بقالي فترة بمر بابتلاءات وابتلاء ورا ابتلاء وابتلاء ورا ابتلاء وابتلاء ورا ابتلاء، وحسيت ان انا عايز اطلع اتكلم معاكم شوية. يمكن الفيديو ده يكون سبب في ان حد يقوم ويقف تاني ويحاول تاني. في حياتك هتمر بحاجتين: اختبار او ابتلاء. الاختبار هو حاجة ربنا بيحطك فيها، بيشوف رد فعلك ايه. لو عرفت تعدي من الاختبار ده هيحصل ابجريد في حياتك، ابجريد كبير. الابتلاء بيحصل لك علشان ترتب ورقك، تبقى عارف اللي انت بتعمله ده صح ولا غلط، تبقى عارف مين معاك ومين عليك، تبقى عارف مين صاحبك، تبقى عارف مين بيحبك عشان شغلك حلو ومين بيحبك علشان هو فعلا بيحبك، مين بيحبك لمصلحة ومين بيحبك لله في لله، مين الأشخاص اللي هتقف جنبك ويظهر لك الحاجات الكويسة اللي ما بتظهرش لما الدنيا بتكون كويسة. تبدأ تشوف بقى انت الحاجات الحلوة اللي في حياتك اللي انت ما كنتش واخد بالك منها. فالابتلاء دايما هي حاجة بتحصل علشان ترتب ورقك وتبقى بينك وبين نفسك تبقى أذكى، تاخد قرارات أحسن وتفكر أسرع وعظمك ينشف. فالابتلاء مش تحدي قد ما هو وقفة مع النفس، ان انت تشوف اللي انت بتعمله ده صح ولا لا، انت شغال صح ولا لا، الناس اللي حواليك دي هي الناس اللي تستحق وجودك ولا لا. اتكلم فيها معاكم ان انا في وسط الابتلاءات دي كنت بدعي ربنا دايما بأدعية كتير بكل اللي بتمناه يعني. وافتكرت حديث كان والدتي قالت لي عليه، وهو ان كان زوجة الرسول كانت بتدعي ان ربنا يحفظ لها زوجها ويحفظ لها ابوها ويحفظ لها اخوها. فكان رد الرسول فيما معنى الحديث يعني: لقد سألت الله في آجال مكتوبة وأرزاق مقسومة وآثار موطوءة، لا يؤخر الله يوما قبل حله ولا يعجل الله يوما قبل حله. يعني انت تسألي ربنا في حاجات مكتوبة وأرزاق هتبقى مكتوبة ان هيجيلك في الوقت الفلاني الحاجة الفلانية في الوقت الفلاني مع الشخص الفلاني. كل شيء مكتوب. وقال لها ان من الاولى ان انت كنت تدعي ربنا يبعد عنك عذاب القبر وانه يرزقك الجنه. ده كان احسن من ان انت تدعي في حاجات كده كده هتحصل في الدنيا. فهنا ده حاجه وسعت لي مداركي شويه، ان انت زي ما بكتب دايما في البوست او زي ما بنزل في الريلز او في الستوريز اللي بنزلها، ان انت موجود في رحله معينه مدتها تقريبا من 70 ل 90 سنه، ممكن اكتر ممكن اقل. لازم يبقى انت في ليجاسي او في ارث انت هتسيبه لاسرتك وهتسيبه لعيلتك. حاجه خلتني من الحاجات اللي خلتني ان انا اقوم وابص للي اقدر ان انا اعمله. بسبب الابتلاءات انا ما كنتش بقدر ان انا انزل حاجه، ما كنتش بقدر ان انا اتعامل زي الاول، ما بقدرش ان انا ما عنديش شغف ان انا انزل ريلز، ما عنديش شغف ان انا اصور حاجه، ما عنديش شغف ان انا اشتغل، ما عنديش اي دافع او اي حاجه تقول لي قوم واسع وحاول علشانها. كنت في مرحلة من مراحل البيرن اوت، وفي نفس الوقت مش مش حاسس يعني خلاص فشلت كتير في حياتي، فشلت كتير في حاجات كتير. نجحت في حاجات اكتر ونجحت في حاجات كتير، ولكن شفت فشل كتير، شفت فشل قاسي، شفتش فشل سهل يعني. كده لما بدأت بقى ان انا ابص على الكونتنت بتاعي، لقيت ان انا عندي حاجات بتجيب 600 فيو، حاجات بتجيب 1000 فيو، في حاجات جايبه 80,000. بعد كده افتكرت اصعب محاضره حضرتها في حياتي كانت محاضره فيها 250 بني ادم او 260، المهم ان هو فوق الرقم ده يعني. فاكر ان انا قبل ما اطلع الستيج كنت في قمه توتري، انا مش عارف الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا غلط، الكلام اللي انا هقوله ده هيبقى مفيد للناس ولا لا، الناس هتنبسط مني ولا لا، وهل هقدر اقدم حاجه فاليبل فعلا ولا لا. وبعد كده جيت على الكونتنت بتاعي، لا هو في باور في السوشيال ميديا او في قوه في السوشيال ميديا لازم تكون انت فاهمها كويس قوي. انت عندك القدره ان انت توصل ل 1000 بني ادم و2000 بني ادم يسمعوا الفيديو بتاعك لحد الاخر ويعرفوا انت بتقول ايه. فعشان كده مهم جدا جدا ان انت ما تيأس من الفيوز، ما تيأس من الكونتنت اللي انت بتنزله، وخليك واثق في الحاجه اللي انت بتعملها. ولكن ممكن الطريقه هي اللي تبقى صعبه، ممكن ده مش وقتك، ممكن ده مش قدرك دلوقتي ان انت تبقى الفيديوهات بتاعتك بتتشاف لناس كتير. ولكن هو الفكره في الاخر ايه؟ هو كونتنت انت بتنزله علشان اهداف كتير، بس اهمهم ان انت تقدر تفيد فعلا حد او تقدر تانسباير حد. دي اكتر حاجه انا بجد بنزل الكونتنت عشانها او بجتهد في الكونتنت عشانها.
ان انا بشوف ناس بتكتب لي ان انت حصل انسبيريشن ليا، او انا بدات ابقى موتيفيتد، او انا شخص موتيفيتد تاني بسبب الفيديوهات اللي انت بتنزلها. بتعلم من الفيديوز كتير، فده بيدي شويه نور كده في وسط الموضوع. فهنا دي الفكره، ان انا قررت ان انا انا وصديقي عابدين ان احنا كونتنت بشكل جديد وبشكل مختلف، بعد ما قدرت ان انا افوق شويه واقف على رجلي. الكونتنت هيبقى مفيد لكل الانتربرينورز، كل رواد الاعمال، او للناس اللي عايز تفتح بيزنس، او الناس اللي عندها بيزنس بشكل عام. حاجات جديده هتعجبكم يعني، هعلن عنها قريب. ولكن انا مش ده الهدف من الفيديو. الهدف من الفيديو ان انا عايز اوصل لك حاجه، وهو ان انت دايما تبص على الجانب الكويس، ما تبقاش سلبي. بص على الجانب المضيء. دور دايما على الامل، ما تحبطش نفسك. الابتلاء مش بيجي علشان، يعني انا اسف إن انا هقعد كده. الابتلاء مش بيجي علشان يتحداك، او الاختبار مش بيجي عشان يتحداك، هو بيجي علشان يوصلك رسالة معينة. الابتلاء بيجي دايما علشان بيقولك اتحرك، اتحرك من مكانك، غير المركبة اللي انت فيها، غير العتبة اللي انت واقف عليها. ده ببساطة شديدة جدا الابتلاء بمنظور عام. الابتلاء دايما بيجي وراه رسالة كبيرة قوي، كنت هتفهمها غير لما يجي لك ابتلاء. اتمنى ان الفيديو ده يبقى شخص عنده بيرن اوت، او شخص يبقى محبط من حاجة، يشوفه ويقوم يتحرك وما ييأس. افهم الرسالة ورا الابتلاء، هو ده اللي انا كنت عايز اقوله في كل الفيديو ده. تدعي قول ان يا رب لو فيها خير قربها لي، لو فيها شر ابعدها لي. ان في حاجات كتيرة جدا انا اتعلقت بيها وكنت مبسوط بيها جدا، ولكن كنت بلاقي دايما مشكلة في الطريق، بلاقي دايما حادثة في النص، وكنت اروح واكمل. بس انا ما بفهمش ان ده لو الحاجة متعقدة قوي، وخصوصا لو فكرة جديدة او كده، لو متعقدة قوي ومقفولة قوي وعمالة تقفل ورا تقفل وتقفل وتقفل، ابعد عنها احسن. علشان مش ده الخير اللي ليك، لان ربنا شايلك حاجة احلى بكتير وحاجة اجمل بكتير. وبس كده. اتمنى ان انتوا تكونوا انبسطتوا، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، وان شاء الله الكونتنت اللي جاي هتكونوا مبسوطين منه. وان شاء الله هيكون فيه افاده كبيره، الله يبقى متعوب فيه قوي. فان شاء الله هيعجبكم، واشوفكم على خير.